بنزعل قوي لما أزواجنا ينظروا للنساء. طب هل سترنا أجسادنا وأخفينا زينتنا كما أمر الله؟ بنزعل قوي لما نسمع إن حد أنكر خيرنا واغتابنا وأساء إلينا. طب هل أقمنا الصلاة كما ينبغي وأدينا ما علينا من شكر الله؟ خليكي فاكرة إن الصلاة اللي ضيعتيها يوم أكبر بكتير عند ربنا من غلطة فلان أو فلانة فيكي. بيزعل قوي لو زوجته عصت أوامره. طب هل أنت أطعت الله على أكمل وجه؟ بتزعل لو أبوها رفض لها مرة طلب. طب هل تذكرتي كل الطلبات اللي نفذها لك من غير ما تطلبيها؟ في الحقيقة احنا كتير بنشوف بعين واحدة، كتير بناخد بالنا من اللي قصر في حقنا، لكن ما بناخدش بالنا أبدا من تقصيرنا في حق الله وفي حق الناس اللي احنا أصلا فاكرينهم قصروا معانا. احنا كمان ممكن نقوم الدنيا على غلطة حد ونرفض نسامحه عليها، وفي المقابل بنكون ارتكبنا غلطات أصعب منها ولا تغتفر. طول ما احنا بنركز على سقطات الناس وبننسى سقطاتنا هنفضل كارهين الناس والدنيا وكارهين نفسنا وكارهين نصيبنا. ضروري جدا أول ما نحس إننا واقفين في أعلى دور وبنبص على الناس اللي تحت نتخيل نفسنا وإحنا تحت ويمكن أقل منهم كمان، وإحنا عاملين مصايب أكبر منهم. شكلنا بيبقى عامل إزاي؟ نحاسب نفسنا قبل ما نحاسب الناس، هنكون أهدى وأكثر سلام. ولا أبرئ نفسي طبعا، هذه تذكرة لنا جميعا.